يا جماعه ازيكم؟ بقالنا كتير ما اتكلمناش. الفيديو ده مهم للناس اللي هي حابه تسافر لتركيا كسياحه او تنقل اقامتها لتركيا. هل ده ممكن ولا لا؟ هشرح لكم في فيديو ازاي تعمله، وفي نفس الوقت هقول لكم كمان تفاصيل اسعار المعيشه في تركيا عامله ازاي. طيب خلينا نبدا الموضوع من اوله. لو انت محتاج تسافر تركيا، فانت لو انت مصر محتاج اول حاجه تقدم فيها على فيزا. الفيزا ديت ايه متطلباتها؟ اول حاجه سعرها $210، بتدفعهم كمان بالدولار. بتقدم شهاده عمل بتبقى جايبها من الشغل مثلا، فيها مرتبك والمرتب الشهري بتاعك، وكمان في زي تامين صحي او ساعات هم بيعملوه في السفاره لو انت ما عندكش. وكمان بتقدم على كمان تذاكر الطيران تكون حاجزها، ومكان الاقامه، وتقول لهم هقعد مثلا المده دي للمده دي، او انا هسافر الفتره ديت وهقعد شهر مثلا. فهو بيطلعها لك بحسب المده اللي انت محددها او اللي انت مختارها. الفيزا مثلا بتاخد تقريبا من اسبوع ل 10 ايام عمل. وانس ان انت اتقبلت بتروح تقدم بعد كده على حاجه اسمها تصريح امني، وديت بتبقى في مجمع الجوازات في العباسيه، لان تركيا من البلاد اللي لازم لها تصريح امني لو انت مسافر دايركت من مصر. طبعا لو انت معاك شنجن او معاك فيزا امريكا تقدر تقدم على فيزا تركيا اونلاين، مش محتاج ان انت تروح. طيب خلاص انت رحت وخدت الفيزا، هتروح على مكتب الجوازات في العباسيه، بتقول لهم انا عايز اطلع تصريح امني لتركيا. بياخد منك الباسبور بالفيزا اللي انت اتختمت عليه، وتقريبا بتدفع مبلغ صغير تقريبا 200 300 جنيه، وتقريبا بيطلع التصريح الامني. قبل كده كان بياخد وقت، حاليا بيطلع في يوم او يومين، يعني من يوم ل3 ايام بالكتير قوي. طيب خلاص، حاليا انت جاهز ان انت تسافر تركيا ومحدد ميعاد سفرك. هتحجز تذاكر طيران، او لو انت كنت حاجز قبل كده هتحجز تذكره الطيران. تقريبا سعرها من مصر لتركيا رايح جاي في حدود $250، يعني في رينج ال 10 من اول 10000 ل 13 14000 جنيه، وبتختلف حسب المده. لو انت حاجز من بدري شويه بيبقى الاسعار ارخص. وكمان في طيران رخيص لو انت عايز مثلا ما تسافرش من القاهره دايركت، ممكن تسافر من الغردقه. الطيران هناك ارخص وبتوفر تقريبا في حدود 100 او $150 احيانا. طيب كده خلصنا اول نقطه، ومثلا خلاص وصلنا على تركيا. انت سواء جاي سياحه او جاي اقامه، ناوي ان انت تعمل كارت اقامه او كارنيه اقامه. في فرق طبعا. لو انت جاي سياحه هتحجز مثلا سواء في فنادق، في اير بي ام بي. الاسعار هنا ما بقتش رخيصه زي زمان، الاسعار غاليه. فحسب مده السفر برضو هتشوف انت تكلفه او التكلفه اللي انت محددها هتكون كام. فخلينا نقول مثلا ان حاليا الدولار بيساوي 41 ليره، قريب قوي من الجنيه المصري. فالليره تركيا بقت عامله جنيه 25 قرش مصري، زي جنيه وربع مصري. الفكره بس ان الاسعار هنا غاليه جدا في الاكل وفي مثلا بنزين، فالاسعار هنا اغلى كتير من مصر. خلينا نبدا الاول. لو انت جاي كسايح مثلا، هنقول ان انت هتقعد اسبوع او 10 ايام. هنقول مثلا ان انت هتحجز عن طريق بوكينج او اير بي ام بي. خلي بالك برضو ان بوكينج مش شغال جوه تركيا، فلازم تكون حاجز من بره وانت قبل ما تيجي. اير بي ام بي شغال. فمثلا سعر الليله هنا بتبدا من اول $90، أو يعني اقل حاجه ممكن تلاقيها $80 لو انت هتبقى في منطقه سياحيه زي استقلال او كاديكوي. هتلاقي سعر مثلا المكان بيبدا من اول $80 ل 150، وانت طالع بقى هتلاقي حاجات مختلفه اسعارها. فانت ده الرينج او ده الافرج او دي اقل حاجه يعني ممكن تلاقيها. بعد كده اسعار الاكل هنا هتلاقي ان انت مثلا الاكل اليومي، مثلا لو انت جاي كسايح وبرده جاي تتبسط وتتفسح، هتلاقيك مثلا بتصرف ما بين على الوجبه الواحده مثلا من اول 15 ل $30 حسب مكان والمنطقه اللي انت بتاكل فيها. فالاسعار هنا غاليه. طبعا لو انت معكش عربيه وحابب تنقل، عندهم هنا فكره المترو والمواصلات العامه حلوه جدا. ان انت ممكن بتطلع كارت مترو، بتطلعه مثلا سواء بتطلعه يومي ان هو بيفضل شغال معاك طول يوم ايا كان استخدامه، سواء مثلا حط ايا كان عدد استخدامه، هو شغال طول يوم. وممكن تطلعه اسبوعيا، واسعارهم تقريبا في اليوم اللي هو الكارت اليومي تقريبا 500 ليره. طيب دلوقتي خلينا نتكلم على ثالث نقطه، وهي لو انت جاي تطلع كارت الاقامه وناوي ان انت تنقل حياتك كلها هنا مثلا، او عايز تقعد مثلا 6 شهور سنه، بحيث ان انت يا اما هتقيم هنا شغال عن بعد مثلا او ريموتلي، او ان انت بتفكر ان انت تدور على شغل مثلا وعايز تستقر في البلد يعني. فهنا في امكانيه ان انت تطلع كارنيه اقامه. طيب كارنيه الاقامه ايه شروطه او بيطلع ازاي؟ بتروح بتحجز على الويب سايت بتاعهم للاقامات، بتحجز ميعاد الاول ان انت عايز ميعاد للتقديم. تمام كده. فانت وانس ان انت حجزت ميعاد وخلاص، حددت انهي ميعاد عايز تروح له، بتحط كل الانفورميشن بتاعتك من اول مثلا الباسبور، تفاصيل الباسبور، وانت جنسيتك ايه، ورقم تليفونك، والعنوان اللي انت قاعد فيه. بيبعت لك على الميل ان انت ميعادك يوم كذا، وبتطبع تقريبا الورقتين دول بتدخل بيهم هناك. اول حاجه محتاج ان انت تجيب لهم زي كشف بنكي او HR ليتر، بحيث ان انت المرتب اللي داخل لك يكون كذا.
بتعرفهم مثلا الكشف البنكي اخر 6 شهور التعاملات على الحساب البنكي كانت قد ايه، وفي نفس الوقت بتقول لهم مرتبك مثلا بيدخل، تجيب لهم اثبات مرتب، يعني ان انت بيخش لي مرتب بالرقم دوت كل شهر. طيب تاني حاجة لازم يكون معاك زي تأمين صحي، ده مهم جدا. هنا مش هيطلع لك إقامة غير لو أنت عندك تأمين صحي، لو ما عندكش محتاج تعمل واحد في تركيا بحيث إن أنت تقدم بيه. ده اللي أنا عملته. ما كانش عندي تأمين صحي في مصر، وعملت تأمين الصحي هنا من تركيا. شفت مكان مش غالي قوي، تقريبا كلفني في حدود 100 دولار أو 150 دولار، وطلعت التأمين الصحي قدمت بيه. طيب يبقى كده احنا معانا كشف بنكي او كشف وحساب او حساب كشف حساب بنكي اخر 6 شهور، اثبات مرتب، وتأمين صحي. بعد كده طبعا الباسبور يكون ساري، او الباسبور بتاعك يكون مثلا ساري لمدة تقريبا سنة او 12 شهر. غير كمان ان انت يكون ليك عنوان اقامة ثابت هنا، بحيث ان انت مثلا تكون عامل حسابك ان انت هتأجر مثلا سنة، فتكون عامل عقد سنوي لإيجار سنة مثلا، وتقول انا خلاص السنة ديت هكون قاعد في المكان ده، سواء مثلا مظبط مع حد، او ان انت العقد دوت بقى خلاص عقد ايجار سنوي او 6 شهور ايا كان، وبتقدمه وبتقول له خلاص قاعد هنا السنة يعني، فيبقى عندك عنوان إقامة ثابت. لو ما عندكش أو أنت جاي نازل عند حد، فالحد دوت لازم يضمنك ويقول له مثلا الشخص دوت هيبقى قاعد عندي، فده ضمان، وبيحط اسمه في الورق اللي انت بتقدمه. وبعد كده بتجي لك يا اما موافقه يا اما رفض. معظم الناس بيجي لها موافقه، ما هنا الموضوع سهل، مش رخم، وكمان سعرها رخيص جدا. انا قدمت على 6 شهور وسعرها تقريبا كان عامل 25 دولار. ولازم تعمل حسابك ان انت تقدم قبل ما الفيزا بتاعتك تخلص باسبوعين، يعني مثلا الفيزا بتاعتك انت داخل شهر، فهي هتخلص مثلا خلال اسبوعين تكون مقدم على الاقامه عشان تلحق تطلع لك. تمام. بعد كده بتطلع لك الاقامه، سعرها زي ما قلت لك 25 دولار. بتطلع بسهوله، بتبقى مديك كارنيه، طبعا بتوفر عليك وبتسهل عليك الدنيا كتير جدا. ان انت هنا في تركيا لو داخل حتى اي اماكن سياحيه بيعاملك كتركي. كمان لو انت ما بتدفعش مثلا نفس المبلغ اللي بيدفعه السايح. وفي نفس الوقت لو انت كمان جاي من مصر بعد كده، او رجعت مصر وعايز تروح تاني تركيا، بتروح بمنتهى السهوله، مش محتاج تطلع تصريح امني من اول وجديد، وفي نفس الوقت مش محتاج تطلع فيزا. انت خلاص بيبقى عندك دي عامله زي مالتيبل انتري، تقدر تدخل وتطلع اي وقت براحتك. طيب ده شكل الكارنيه بتاع الاقامه، بيبقى عامل كده اهو. ده شكل طيب ده شكل الكارنيه بتاع الاقامه، بيبقى عامل كده. طيب حاليا نيجي لاخر نقطه، وهي النقطه الرابعه، وهي اسعار المعيشه في تركيا حاليا في 25 عامله ازاي، وبالذات لو انت ناوي ان انت تقيم خلاص في تركيا. طيب خليني اقول لك مثلا ان متوسط الاقامه في تركيا، خلينا نتكلم عن اسطنبول مثلا لان هي المدينه الاشهر. لو انت هتقعد في مدن تانية هي ارخص شويه، بس المتوسط المعيشه في اسطنبول بيبدا من 35 الف ليره لتقريبا 50 الف ليره. ده عشان تقعد في او ده المتوسط الشهري، وده كمان لو انت عايز تعيش عيشه الى حد ما كويسه. فهنقول مثلا ان انت هتقعد في سكن مشترك، هتحجز غرفه مثلا مع ناس ثانيين في شقه، دي هتتكلف مثلا كاقامه، او اسعار الرنت هناك هتلاقيك مثلا بتدفع في الشهر من اول 25 الف ليره ل 30 ألف ليرة حسب الأماكن أو المناطق اللي أنت هتقعد فيها. وفي مناطق ممكن تكون أرخص شوية من أول 15 ل 20 ألف ليرة. فأسعار السكن والرنت في اسطنبول غالية جدا. لو أنت عايز مثلا شقة لوحدك هتبدأ مثلا من أول 30 35 وأنت طالع. فاسعار السكن في اسطنبول حاليا غاليه جدا. فدوت مثلا متوسط سعر السكن الشهري. خلينا نتكلم مثلا على متوسط اسعار الاكل شهريا. لو انت هتطبخ في البيت مثلا هتحتاج من اول 5000 ليره ل 10000 ليره. ادينا مثلا دخلنا في 35000 ليره اكل وسكن. لو انت مثلا هنتكلم مثلا في مواصلات، لو انت ما بتتحركش تكاسي، بتتحرك عن طريق الاتوبيسات عن طريق المترو، هتحتاج مثلا في رينج من 3000 ليره ل 5000 ليره، وممكن اقل شويه حسب برضو انت بتعمل مشاوير قد ايه يوميا. فدخلنا كده تقريبا في 40000 ليره، ده سكن ومواصلات واكل. ومثلا لو هتحط 5000 ليره كمان كخروج او ترفيه شويه في كل شهر، سواء انت مثلا بتخرج في الويك اندز، هتلاقيك مثلا في رينج من 40,000 ليره ل 45,000 ليره. طبعا في الاول في الاخر كل واحد مختلف عن التاني، وكل واحد مصاريفه بتختلف من شخص للتاني. في شخص مسرف، في شخص بيقدر يوفر، فكل واحد برضو مصاريفه بتختلف. بس ده المتوسط، خلينا نقول من 35 ل 45 ألف ليرة متوسط المعيشة في اسطنبول
شهريا يعني. بس كده وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه وتعملوا لي سبسكرايب. وكمان الناس اللي عايشه في اسطنبول او عايشه في تركيا او الناس اللي بتفكر ان هي تسافر كسياحه او هجره او اقامه هناك، تنقل اقامتها لهناك، لو عندكم اي اسئله ابعتوا لي هنا في الكومنتات. او اللي عنده تجربه كمان للمعيشه في تركيا عرفنا مثلا تجربته ومتوسط مصاريفه الشهريه قد ايه.